اهلا بيكم في قناتنا مش بس طب. تقريبا هم شايفين ان انا شكلي بالحركات دي والحاجات دي شكلي شبه اللي هو عصابة القناع الاسود بتاعت ميكي جيب ده. بس هو انا شايف ان انا راجل كويس، شايف ان انا معايا فلوس كتيرة، شايف ان محدش بيحاسبني خالص ولا حد يقدر يحاسبني. فانا شايف ان انا اشتري نادي، اجيب لعيبه، ابيع لعيبه، اسرق لعيبه من الانديه التانية، عشان كده انا لابس اللبس بتاع سرقه اللعيبه من الانديه التانية، واعمل لنفسي هايلمان وكيان، وشويه اعمل لنفسي قناه واقفلها، وابيع لعيبه واشتري لعيبه واعيش حياتي يعني. وفي نفس الوقت عشان الناس كلها تشوفني اتخانق مع كبير اللعبه، اي حد الاقيه اتخانق معاه، وخصوصا لو كبير اللعبه. ولو الكبير التاني اللي موجود مش هعرف اتخانق معاه عشان اخد سوكسي واعلى وما اعرفش ايه، اصاحبه واديله لعيبه وادفع له فلوس وكل حاجه. ما انا ما عنديش حد يقدر يقول لي انت بتشتري بكام، بتشتري بمليار دولار ولا بنص مليار، ولا اجيب اللعيب ما عجبنيش همشيه واتخانق بقى والعب وكالعاده اخسر. بس في الاخر هستمر لحد قد ايه؟ لحد ما ابقى جوه اللعبه بتاعت الكبار مادام معايا فلوس. طبعا مش بتكلم على نفسي على فكره، انا بتكلم على نادي معين كده مخطط تقريبا. طبعا انا اهلاوي للاسف، ما بحبش اتكلم عن الناس التانية، بس الزياده بتاعت ان هو ايه، بيفكرني دايما بالناس اللي بتروح سوبر ماركت تختار البرتقان وتختار التفاح وما اعرفش ايه، وبعدين يتوربوا بس عشان يشوفوا الكورن فليكس للولاد، تلاقي في حد تاني جاي راح واخد الحاجات اللي هو مختارها ويطلع يجري. هو ده اللي بيحصل مع نادي معين في الكرة المصرية. وظيفته في الحياة انه يدور النادي الاهلي بيختار انهي لعيبه، وبدل ما يروح يدور هو على لعيبه عشان يقدر يتعامل معاها، يروح يسرق اللعيبه دي. ومش بالمعنى اللفظي لان مفيش حد بيسرق لعيب، لكن لعيب ب 10 جنيه، طب انا هديك 1000 جنيه. النادي طالب 500 جنيه، طب انا هديك 10000 جنيه بس بيع لي اللعيب ما ادعهولوش. ولو ده ما ينفعش اخش الناحيه الثانيه ابوظ الصفقه بتاعت اي لعيب ان انا اعلي عليه. القصه دي شفناها زمان وشفناها قبل كده وشفناها، بس ما شفناهاش بهذه الفجاجه. وانا بحاول انتقي الفاظي تماما لان الموضوع بقى كبير ومفيش باوندريز، مفيش حواجز، مفيش حاجه اسمها لعب نظيف، مفيش حاجه. انت فين مقرك اساسا؟ فين المبنى الاجتماعي بتاعك؟ فين حتى الاستاد؟ ما تقدرش تقول لي ان عندك استاد انت مأجره. هو كل حاجه بقت عباره عن هياكل كرتونيه مش مدفوع فيها حاجه، وبالتالي ما هو بالظبط يعني. لو انا مش قصدي حاجه، بس لو انا بعمل حاجه ومش دافع عماله ومش دافع انشاءات ومش دافع ضرائب ومش دافع ابقى انا ملك، وفي نفس الوقت ابقى عايز وعايز وعايز وعايز. طبعا انا قصدي على النادي المخطط، بس مش قصدي على حاجه تانية في الكوره، لكن هو في العموم يعني ان غدا لناظره قريب ولن يصح الا الصحيح. ودايما حتى لو حصل 1000 مشكله لحاجه ثابته على الارض، سواء كان الاهلي او الزمالك، هتفضل ثابته وهتعلى في يوم من الايام وهتتحسن في يوم من الايام. انا مش بتكلم على كده ان الاهلي عنده مشكله، انا قصدي ان الاهلي عنده مشكله صغيره، الا وهي تغيير جلد الفريق بعد 5 سنين من البطولات العظيمه والجميله والانجازات الغير مسبوقه. تغيير جلد الفريق ده هياخد وقته، هياخد موسم ونص، بس في الاخر تغيير جلد الفريق بدل معمول بدراسه كويسه واللعيبه هايله، هنفضل بريفيلينج وهنفضل فوق الكل ان شاء الله. ويا رب دايما يكرم الزمالك ويقدر يطلع من كابوته عشان يرجع تاني يبقى هو القطب التاني، مش في الكرة المصرية، في افريقيا عموما. ومعلش انا طولت عليكم، شكرا.